انت بتلاعب فريق فلومينس البرازيلي، انت تبقى عارف ان انت بتلعبش فريق فلومينس البرازيلي، انت بتلاعب فرناندو دينيز وعظمه وجمال كره فرناندو دينيز. بالمناسبه فرناندو دينيز هو مدرب منتخب البرازيل المؤقت لحد ما يجيبوا انشيلوتي يستلم مكانه، عليه يعني احنا هنتفاجئ بقى وكده. المهم يا صاحبي ان الراجل ده كورته كره شوارع، متعه لابعد الحدود، حريه ولا مركزيه زي ما انت عايز، بيقدر يخلق فرص من كل شبر في الملعب. الراجل ده تكسبه ازاي او تخسر منه ازاي؟ تخسر منه لو رحت ضغطت عليه، لان الضغط على الراجل دوت تقريبا انت بتنتحر. بيقدر يخرج بالكوره من على الاطراف لو في 700 لعيب تقريبا ضاغطين عليه. رونالدو البرازيلي قال في تصريح قبل كده ان مستقبل الكره البرازيليه بخير ما دام لسه عندنا نوعيه مدربين زي فرناندو دينيز. تكسبه ازاي؟ عنده مشاكل في الدفاع كارثيه لدرجه ان اقسم بالله ممكن تروح فرصتين تجيب جونين عادي جدا. دفاعهم بطيء بطريقه مرعبه، ارتداد ضعيف في كل الاطراف. كده دور امام عاشور مهم جدا في الماتش ده. انت مهاريا ما عندكش لعيب اعلى من امام عاشور في الفرقه، فهو اكيد اللي هيقود التحولات الهجوميه دي. تحولات هجوميه ولا مركزيه، والاطراف عندك تخش العمق وتفاجئهم وتباغتهم، هتكسب سكور اول نص ساعه. كمان نسيت اقولها لك، الفريق ده اخر 66 ماتش دخل فيه 68 جون. انت متخيل؟ اقول لك كمان ان الجول بتاعهم هو تقريبا نقطه ضعف الفريق ده. عنده 44 سنه، معاش ده ولا ايه؟ اهم لعيب عندهم هو ارياس. ارياس بالمناسبه جناح مرعب. ارياس هو اكتر لاعب ساهم بالاهداف في الفريق ده. ارياس تقريبا هو اصغر لاعب في الفريق، عنده 26 سنه. بيعرف يقود التحولات الهجوميه بشكل مش طبيعي. لك ان تتخيل ان ارياس في الدوري البرازيلي صانع 57 فرصه محققه للتسجيل. انت متخيل الرقم؟ نعمل حسابنا ان الفريق كله تقريبا بيخدم على ارياس ده. حاولوا دايما يحطوه في موقف 1 على 1. طبعا 1 على 1 هو هيعدي من اي حد. بس يا صاحبي لو بتتفرج لحد هنا فشكرا ليكم جدا جدا، تتفرجوا عليا. سلام.